نبذة عن الديانة الأحمدية القاديانية. الجماعة الأحمدية أو القاديانية هم طائفة تؤمن بميرزا غلام أحمد الذي ولد في بنجاب في القرن 19 الميلادي. يؤمنون به أنه رسول من الله بعد النبي محمد بن عبد الله، مما يخرجهم من الإسلام عند العلماء المسلمين، لكن الأحمديين يؤمنون أنهم مسلمون. العقيدة: يعد الأحمديون أنفسهم مسلمين، يؤمنون بالقرآن وبأركان الإيمان جميعا، بالله وملائكته وكتبه ورسله، وبالبعث والحساب، وبأركان الإسلام كلها، وبأن من غير شيئا فيها فقد خرج من الدين. وتؤمن الجماعة الأحمدية بأن ميرزا غلام أحمد مبعوث من الله سبحانه وتعالى مثيلا لعيسى عليه السلام ليضع الحروب الدينية، مدينا ومستنكرا سفك الدماء، معيدا أسس الأخلاق والعدالة والسلام إلى العالم. ويؤمنون بأنه سيخلص الإسلام من الأفكار والممارسات المتعصبة ليعيده إلى شكله الحقيقي كما كان في عهد النبي محمد. يرى الأحمديون أنفسهم مسلمين ويمارسون الدين الإسلامي على شكله الأصلي، ومع ذلك فإن بعض المعتقدات الأحمدية تعتبر مخالفة للفكر الإسلامي التقليدي منذ تأسيس الجماعة، حيث أن الكثير من عامة المسلمين ينظرون إلى الأحمديين على أنهم غير مسلمين، نظرا لوجهة نظرهم وقناعاتهم بأن ميرزا غلام أحمد مبعوث من الله، وفهمهم للجهاد بشكله السلمي. يعتقد الأحمديون أن مؤسس جماعتهم هو الإمام المهدي، جاء مجددا للدين الإسلامي، ومعنى التجديد عندهم هو إزالة ما تراكم على الدين من غبار عبر القرون ليعيده ناصعا نقيا كما جاء به محمد رسول الإسلام، الذي يؤمنون بأنه عبد الله ورسوله، كما ادعى ميرزا غلام أحمد أن مجيئه قد بشر به محمد ونبوءات أخرى في مختلف الأديان، وأنه هو المسيح المنتظر، حيث يفسرون أن المسيح المنتظر ليس هو نفسه عيسى بن مريم. عقيدة الأحمدية في الله سبحانه: يقول مؤسس الأحمدية ميرزا غلام أحمد ما تعريبه: إن إلهنا هو ذلك الإله الذي هو حي الآن كما كان حيا من قبل، ويتكلم الآن كما كان يتكلم من قبل، ويسمع الآن كما كان يسمع من قبل. إنه لظن باطل بأنه سبحانه وتعالى يسمع الآن ولكنه لم يعد يتكلم، كلا، بل إنه يسمع ويتكلم أيضا. إن صفاته كلها أزلية أبدية، لم تتعطل منها أي صفة قط، ولن تتعطل أبدا. إنه ذلك الأحد الذي لا شريك له ولا ولد له ولا صاحبة له، وإنه ذلك الفريد
الذي لا كفء له، إنه قريب مع بعده وبعيد مع قربه، وإنه يمكن أن يظهر نفسه لأهل الكشف على سبيل التمثل، إلا أنه لا جسم له ولا شكل، وإنه على العرش، ولكن لا يمكن القول إنه ليس على الأرض. هو مجمع الصفات الكاملة كلها، ومظهر المحامد الحق كلها، ومنبع المحاسن كلها، وجامع للقوى كلها، ومبدئ للفيوض كلها، ومرجع للأشياء كلها، ومالك لكل ملك، ومتصف بكل كمال، ومنزه عن كل عيب وضعف، ومخصوص بأن يعبده وحده أهل الأرض والسماء. إن فردوسنا إلهنا، وإن أعظم ملذاتنا في ربنا، لأننا رأيناه ووجدنا فيه الحسن كله. هذا الكنز جدير بالاقتناء، ولو افتدى الإنسان به حياته. وهذه الجوهرة حرية بالشراء، ولو ضحى الإنسان في طلبها كل وجوده. أيها المحرومون، هلموا سراعا إلى هذا الينبوع ليروي عطشكم، إنه ينبوع الحياة الذي ينقذكم. ماذا أفعل وكيف أقر هذه البشارة في القلوب؟ وبأي دف أنادي في الأسواق بأن هذا هو إلهكم حتى يسمع الناس؟ وبأي دواء أعالج حتى تنفتح للسمع آذان الناس؟ إن كنتم لله فتيقنوا أن الله لكم. معتقدات أحمدية مختلفة. وفاة عيسى بن مريم. مات عيسى بن مريم ميتة عادية، فلم يقتل ولم يصلب، لكنه هو الذي علق على الصليب وأنجاه الله من الموت عليه، فأنزل وهو حي مغشي عليه، ثم هاجر ولسنين أخرى كما جاء في دعوى الصلب في القرآن الكريم، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. من جهة أخرى فالأحمديون يعتقدون أنه لا يسمى مصلوبا إلا من مات صلبا، ومن ثم فإن معنى قول الله شبه لهم معناه شبه لهم صلبه، أي اشتبه عليهم أنه قد مات على الصليب، وليس معناه شبه لهم شخص آخر، كما أن المقصود بنزوله هو مجيء شخص شبيه به من الأمة الإسلامية. عند الأحمدية الجهاد القتالي شرعه الله ردا لعدوان المعتدين، وليس انتقاما من أهل الأرض غير المسلمين، فمن سالمهم سالموه ومن حاربهم حاربوه، ويؤمنون بأن الإسلام يكفل الحرية الدينية، وأنه نص على أن لا إكراه في الدين، فلا يقتل إلا المرتد المحارب، وهو رأي يقول به
بعض فقهاء المسلمين من غير الأحمدية كذلك رؤية الحركة الأحمدية لنفسها، وتعتبر الجماعة الأحمدية نفسها حركة إسلامية تجديدية، وقد نشأت في أواخر القرن ال19 الميلادي في شبه القارة الهندية. يشار إلى أتباع الجماعة الأحمدية بالأحمديين أو المسلمين الأحمديين. مؤسسها هو ميرزا غلام أحمد القادياني، نسبة إلى بلدة قاديان في إقليم البنجاب في الهند، حيث وضع أسس جماعته في 23 من مارس عام 1889 وسماها الجماعة الإسلامية الأحمدية. ادعى ميرزا غلام أحمد بأنه مجدد القرن ال14 الهجري، وبأنه المسيح الموعود والمهدي المنتظر من قبل المسلمين، ذلك المصلح الذي تنبأت بمجيئه الديانات العالمية بما فيها الإسلام في المرحلة التي وصفت بأنها آخر الزمان، حيث من المفترض له أن يحقق النصر النهائي للدين الإسلامي وفق النبوءات الإسلامية. أيضا إن الفكر الأحمدي يشدد على الاعتقاد بأن الإسلام هو الديانة السماوية الأخيرة للبشرية جمعاء، والتي نزلت على النبي محمد، ويشدد على أهمية استعادة جوهره الحقيقي وشكله الأصلي الذي أصبح مبهما على مدى القرون الماضية. وبذلك ترى الجماعة الأحمدية نفسها رائدة في مجال إحياء الدين الإسلامي ونشره بطرق سلمية، ويعتبرون أنفسهم جماعة دينية غير سياسية وهدفها التجديد في الإسلام، وتقول بأنها تسعى لنشر الدين بوسائل سلمية عن طريق ترجمة القرآن إلى لغات عدة بلغت بحسب مصادر الجماعة 52 لغة عبر العالم. وتؤكد مصادر الجماعة الأحمدية أنها لا علاقة لها بالسياسة، وتتعمد إبعاد الدين عن السياسة. كما تؤكد أيضا أنها وأتباعها لن تقود أو تشارك في أي خروج على حكومة أي بلد تواجدت فيها. بداية الأحمديين كان أول ظهور لهذه الجماعة في الهند، وتحديدا في بلدة قاديان إحدى قرى مقاطعة البنجاب الهندية، وذلك عام 1889 ميلاديا، على يد ميرزا غلام أحمد الذي عاش في الفترة من 1835 إلى 1908، والذي قال عن نفسه إنه المسيح الموعود والمهدي المنتظر، الذي بشر بأنه يأتي في آخر الزمان. وقد استمر في دعوته حتى وفاته في العام 1908 ليخلفه 5 من خلفاء الأحمدية حتى الآن. تولى خلافة الأحمدية مؤخرا خليفتهم الخامس ميرزا مسرور أحمد، والمقيم في لندن حاليا. ويعود تاريخ عائلة مؤسس الأحمدية إلى أصول فارسية، ويعتبر لقب ميرزا بمثابة لقب تكريمي، وكان أجداده قد تركوا خراسان الفارسية
في القرن السادس عشر الميلادي في عهد الملك بابر مؤسس الحكومة المغولية في الهند. الانتشار: يعيش الأحمديون في كل البلدان التي يوجد بها مهاجرون من شبه القارة الهندية، حيث أن الاضطهاد الشديد والقمع المنظم تجاه هذه الجماعة في عدد من الدول الإسلامية حدث بالعديد من أفرادها الأحمديين للهجرة والاستقرار في بقاع أخرى من العالم. وتعتبر الجماعة الأحمدية من أولى الجماعات المسلمة كما يعتقدون التي وصلت إلى بريطانيا والبلدان الغربية الأخرى. وللأحمديين نشاط كبير في أفريقيا وفي بعض الدول الغربية، ولهم في أفريقيا وحدها ما يزيد عن 5000 مرشد وداعية متفرقين لدعوة الناس إلى الأحمدية. نشط الأحمديون في الدعوة إلى مذهبهم بوسائل عدة، ويوجد في بريطانيا قناة فضائية باسم التلفزيون الإسلامي يديرها الأحمديون. وجهة نظر المسلمين وبعض من الناس تجاه الأحمديين: يعتبر علماء المسلمين كلا من أتباع الجماعة الأحمدية والجمعية الأحمدية غير مسلمين وهراطقة، وذلك لعدد من الأسباب، أهمها مسألة ختم النبوة، إذ يعتقدون أن الجماعة الأحمدية لا تعتبر نبي الإسلام محمد آخر الأنبياء. يؤمن الأحمديون بأن ميرزا غلام أحمد هو الإمام المهدي والمسيح الموعود، بينما يرفض ذلك عامة المسلمين، مصرحين بأن ميرزا غلام أحمد لم يكن مصداقا لنبوءات الإمام المهدي، وأن لقب المسيح أعطي لعيسى وليس لأحد غيره، لذلك يعتبرون ميرزا غلام أحمد مدعيا كاذبا للنبوة. عقدت رابطة العالم الإسلامي مؤتمرها السنوي في مكة المكرمة من 14 إلى 18 في شهر ربيع الأول عام 1394 هجريا، الموافق إبريل سنة 1974، وحضره 140 وفدا ممثلين لدول إسلامية ومنظمات من جميع أنحاء العالم. وأصدر المؤتمر الإعلان التالي: إن الأحمدية حركة تخريبية ضد الإسلام والعالم الإسلامي، والتي تدعي زورا وخداعا أنها طائفة إسلامية، والتي تختفي بستار الإسلام، ومن أجل مصالح دنيوية تسعى وتخطط لتدمير أسس الإسلام. كلتا الحركتين الأحمديتين تعدان خارجتين عن دائرة الإسلام عند الحكومة الباكستانية. إن الأحمديين المواطنين في دول غربية وبعض الدول الإسلامية يؤدون الحج والعمرة، حيث لا تدرك الحكومة السعودية أنهم أحمديون عند تقدمهم لطلب التأشيرة. معظم المسلمون لا يستخدمون مصطلح مسلم عند الإشارة إلى الأحمديين، مستشهدين بالفتاوي التي أصدرها علماء المسلمين. كان هناك اضطهاد على نطاق واسع للأحمديين من قبل جماعات مسلمة معينة، ولا تزال أعمال العنف متفرقة
وكذلك اضطهاد ذو طابع أكثر دهاء ضد الأحمدية مستمرة إلى الآن. الطائفة الأحمدية محظورة في باكستان منذ عام 1974، ويرى جميع فقهاء السنة والشيعة أن الأحمدية هراطقة وخارجون على الإسلام، ويرون أنها حركة نشأت في شبه القارة الهندية بدعم من الاستعمار الإنجليزي بهدف إبعاد المسلمين عن مقاومة الاستعمار البريطاني، وذلك حسب عقيدتهم في الجهاد. إن أتباع الأحمدية يتعرضون لتضييق حكومي إلى جانب ما يتعرضون له من عموم المسلمين. كذلك ثار في إبريل عام 2008 في أندونيسيا لغط شعبي حول أتباع الجماعة الأحمدية من الأندونيسيين ومطالبات بحظر وجودهم، وقد صدرت فتاوي متعددة من عدد من المجامع والهيئات الشرعية في العالم الإسلامي تقضي بكفر القاديانية الأحمدية، منها المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي، ومجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وهيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. هذا عدا ما صدر من فتاوي علماء مصر والشام والمغرب والهند وغيرها.